هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا قد الدنيا. الفيديو بتاعي النهارده هيكون عبارة عن منتجات انا خلصتها. بقالي طبعا فترة كبيرة طول السنة بجرب وبخلصها، وكل حاجة كنت بخلصها بحطها هنا. كل دي جوه كده حاجات كتيرة خلصتها، فهقول لكم رأيي فيها. انا حفظتها مخصوص عشان اعمل فيديو عنها، واقول لكم كل حاجة، ايه اللي حبيته وايه اللي ما حبيتوش، ايه اللي قرروا ايه اللي لا. فلو انتوا حابين تشوفوا الفيديو keep on watching، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد انا بعمله. يلا نبدأ الفيديو. طيب خليني اعرفكم بس بنفسي. انا منى، ودي القناه بتاعتي. بعمل فيديوهات عن الميك اب والبشره والشعر وشويه تنميه بشريه. فممكن تاخدوا جوله في القناه، اسيب لكم اللينك هنا عشان تروحوا تشتركوا في القناه وتشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر. وما تنسوش تسيبوا لي كومنت برايكم. وده الانستجرام بتاعي، تروحوا تشتركوا في الانستجرام عشان كل الحاجات دي اول ما بجيبها بقول لكم عليها وبقول رايي فيها. طيب من غير بقى كلام كتير نبدأ الفيديو بتاعنا. المنتجات دي انا كنت بجربها طول الفترة اللي فاتت، وحاجات كتيرة منها حبيتها، حاجات ما حبيتهاش، حاجات عجبتني وحاجات لا. فانا هقول لكم دلوقتي حاجة حاجة، هتكلم معاكم عنها واقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. اول حاجة الغسول ده. الغسول ده قمر بجد، قمر زي كده. انا بحب الغسول ده جدا جدا. الغسول ده بتاع لوريال، بالهيالورونيك اسيد. ماشي اهو. الغسول ده عبارة عن جل. هو مكتوب عليه ان هو لمرونة البشرة، ينقي البشرة بعمق وينعمها، زائد ال HA اللي هو الهيالورونيك اسيد. هو حلو جدا زي ما هما ما كاتبين. بصوا انا خلصته ودورت عليه في الصيدليات، كنت مش لاقيه خالص، وكان ب 100 جنيه او 120، كتير قوي. لحد ما لقيته في صيدليه، لان قالوا لي ان هو ناقص من الشركه نفسها. بس بجد حلو قوي قوي قوي. والهيالورونيك اسيد بتاعه حلو جدا جدا. بجد اللاين دوت من لوريال حلو قوي. بيخلي، اتكلمت عنه كتير، بيخلي الحبوب اللي تحت الجلد ما تطلعش اصلا، بيخليها تروح، بيقلل من الحبوب، بيخلي بصوا البشره. بجد انا ما بستخدمش غيره، بحبه جدا جدا. والاهم من ده ان هو بينعم البشره، ما بينشفهاش، ما بيسيبهاش ناشفه كده ومشدوده كده. ف بيرفكت. في الهيالورونيك اسيد بتاع الزافيكا. الهيالورونيك اسيد ده كوري. كان سمعت كتير جدا بيتكلموا عنه، بيقولوا عنه حاجات كتير قوي، بس انا يعني كنت حابه بتاع لوريال قوي، فقلت اجربه عادي، هو مش غالي. فجبته بصراحة، لسه بستخدمه، خلاص فاضل فيه حبة صغيرين، بس تحفة بجد، جميل جدا. بينعم البشرة وبينفخها وبيخليها كده طرية. وحلو قوي. تستخدميه بالليل، تستخدميه بالنهار، بأي وقت، تستخدميه قبل الميك اب. عجبني جدا جدا جدا. الهيالورونيك اسيد قلت لكم مره ان هو عباره عن آه هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الفيفوريتس بتاعتي، المفضلات اللي انا عجبتني السنه اللي فاتت. والهيالورونيك اسيد قلت لكم فيه ان هو عباره عن ماده بتحفظ الميه في البشره، بتحافظ على الميه وعلى مرونه البشره. بتملى الفراغات اللي هي موجوده في البشره، وبنستخدمه على بشره تكون مبلوله علشان الافكت بتاعه يكون عالي. فهو فعلا بيملى البشره، بيخليها يحتفظ بالميه اللي موجوده فيها فتره اطول عشان تفضل طريه. اوكي، ده طبعا جميل جدا. هكرره او لا اوكي لو جه قدامي، بس غالبا يعني هستخدم الهيالورونيك اسيد بتاع لوريال. نيجي الهيالورونيك اسيد بتاع لوريال، بس مخلصوه كله. جميل، تحفه، بيرفكت، اليجنت، خطير، كل حاجه ممكن تتقال عليه. سوري انا لما بيعجبني حاجه ببقى اوفر قوي يعني. بس هو حلو قوي قوي. في 1.5% هيالورونيك اسيد. اولا بيقعد كتير جدا معايا، كميته كبيره قوي. ثانيا طبعا كل فيه الهيالورونيك اسيد اللي قلت لكم عليه ده بشرتي بتحبه بجد. كان ب 220 اخر مره جبته. والاحلى من كده ان هو ريحته جميله جدا، وبيبقى بقطاره، تحطيه على بشره مبلوله. و ايه وان هو الهيالورونيك اسيد سيرم. ان هو يا جماعه ريحته حلوه. انا بحب الحاجه اللي ريحتها تبقى حلوه، وريحته جميله جدا، فهكرره طبعا تاني. الحاجه اللي بعد كده المحلول اللينسز بتاع اوبسي فري. المحلول دوت مش العبوه الكبيره دوت، العبوه الصغيره. مش عارفه كانت بكام تقريبا، مش فاكره. قعد معايا كتير جدا جدا جدا. بصوا
كان كله بيشكر فيه، فانا جبته بصراحه عشان اجربه. البتاع اللي بتنزل صغننه جدا جدا، فبتنزل حاجه بسيطه خالص. فانا قعد معايا فتره كبيره قوي قوي قوي. مش فاكره قد ايه، بس قعد كتير. قلت هكرره تاني او لا. انا حسيته عادي يعني، يعني عادي زي اي محلول لينسز، ما حسيتوش يعني في فرق. فانا ما انبهرتش بيه يعني، عادي. فاجيبه او لا عادي. لو جبته اجيبه زي اي واحد يعني، مش من المفضلات عندي اللي هو لا هكرره، لا هو عادي يعني. البرفيوم ديت من ديفاكتو. البرفيوم دي كانت ب100 جنيه، اللي هي البينك. هي اسمها بينك. بصوا هي خلصانه، مفيش فيها نقطه اساسا، مفيش. بس ريحتها فظيعه فظيعه. عايزه اقول لكم ان انا قلبت الدنيا عليها في ديفاكتو، اسال عليها ما بتنزلش خالص، مش موجوده. خلاص. لو كنت اعرف كده ساعتها كنت جبت منها كذا واحده. انا ما بيعجبنيش البرفيوم الحريمي قوي، بس دي عجبتني جدا وريحتها كانت حلوه قوي قوي. اللي هي تحس ان ريحه كده تحبي تشميها. وتحسيها شيك قوي. فكانت عجباني جدا بجد، خلصتها. ورخيصه مش غاليه، بس ما لقيتهاش خالص تاني، مش موجوده. لو حد لقاها يكتب لي في الكومنتس، ولو حد لقاها يجيبها او حد جربها يقول لي برضه. كريم العين ده من لوريال بالهيالورونيك اسيد، كان حلو جدا جدا، تقريبا كان ب100 120، قعد معايا كتير قوي برضو. فحلو يعني، هاتوه. وبتاع ايفا برضو اللي باللؤلؤ الابيض حلو. هكرره او لا؟ عادي يعني، هو مش اللي هو واو يعني، بس عادي ممكن اجيبه تاني. اهو لسه كنت بتكلم عنه، اللي هو بتاع ايفا اللي باللؤلؤ الابيض، برضو خلصته وجبت واحد تاني. ف فهو حلو برضو قوي يعني. ده او التاني كريمات العين يعني، انا ما بهتمش قوي يعني، المهم تبقى في حاجه مرطبه في العين وخلاص يعني. بعد كده المقشر بتاع ايفا. طيب خلينا الحاجات اللي معجبتني، نيجي ليه الكونسيلر بتاع فاتني. بصوا انا بتكلم اللي بيجي في ايدي بقوله يعني عشوائيا كده. مش مرتباهم. الكونسيلر بتاع فاتمي احلى كونسيلر ممكن تستخدميه في حياتك، احلى كونسيلر. اولا خفيف جدا، انا بحب كده عن نفسي، ما بحبش التقيل اللي تغطيته عاليه. خفيف جدا، بيندمج، ممكن تبنيه تحطي منه كذا مره. رخيص مش غالي. طري. بيبان ناتشورال. انا حطاه تحت البشره، قصدي على تحت العين. هو كان ب120 تقريبا او حاجه زي كده، والدرجه دي كانت 20، الدرجه بتاعتي او 15. قررت وجبته بالفعل واحد تاني. ال- البادز بلاش ده. الباتس بلاش ده من باس اند بادي وركس، كان عاجبني جدا جدا. ريحته خلص خلاص. حلو قوي، ريحته جميله جدا جدا. طبعا عارفين ان حاجه باس اند بادي وركس غاليه جدا، فدوت كان من الفيفوريتس عندي. وكان حلو قوي. الازازه نفسها شكلها شيك قوي، فكان عاجبني جدا. بس مش عارفه اذا كنت هكرره او لا. هنتكلم عن الليب بالمز. دي كلها زبدة كاكاو، انا جربتها وخلصتها. انا عندي مشكله في شفايفي بتقشر جدا وبتنشف جدا، وخصوصا في الشتاء. لو انا ما اهتمتش ارطبها وانا بقشرها كتير، فده بيبقى سبب ان هي بتقشر كتير. فبستخدم كتير زبدة كاكاو. ممكن ممكن اقول لكم على زبدة كاكاو. بتبقى بيرفكت وكده، بس انا كمونة ما بيهمنيش يعني. انا بحب زبدة الكاكاو عامة، بحب المرطبات بتاعة الشفايف وبحب اجرب كتير. يعني ممكن بتاعة اللي هي لونا حلوة قوي. بتاعة مش فاكرة، بس هي انتشرت قوي على الصفحات، هبقى اقول لكم عليها. بس يعني اللي عايزه اقوله ان مفيش زبده كاكاو معينه انا حبيتها واقول هي دي، لا، انا بحب اي زبده كاكاو استخدمها. فانا زبده الكاكاو بتاعت لابيلو خلصتها، حلوه قوي. ديت جميله، بس حسيتها تقيله شويه. زبده الكاكاو بتاعت اماندا بتاعت تشاو حلوه برضو قوي، اماندا بجيبهم على طول. وزبده الكاكاو بتاعت لونا في الفتره الاخيره كانت موجوده جدا كتير، بأشكال كتيرة، فحبيتها بس عشان شكلها يعني مش أكتر، وجبت منها كل الألوانات. وكانت ب10 جنيه أو 15، حاجة زي كده. نيجي لي الايلاينر بتاعت شاو. اتكلمت عنه كتير جدا، قلت عنه شعر. اوريدي هو خلص، وانا عندي واحد برضو قرب يخلص. مش غالي خالص، كان بحاجة و30، بالكتير هيوصل ل50 جنيه. من احلى الايلاينر اللي جربتها، بيقعد كتير. سواده حلو.
ورخيص مش غالي، فحلو جدا وبحب استخدمه جدا. من الحاجات برضو اللي انا استخدمتها وعجبتني قوي اللينسز بتاعه ديسيو. انا شايلها لكم عشان اوريها لكم بكل درجاتها وبكل الوانها، من احلى اللينسز اللي انا جربتها. جميله جدا، مريحه للعين. هي ديت من ديسيو، بتقعد كتير، مش متعبه خالص. من اكتر اللينسز اللي بجد المريحه، اللي هي ما بحسش ان انا لابسه حاجه وانا لابساه، حلو. فبرفكت. الشيت ماسك اتكلمت عنه برده في الفيديو اللي فات بتاع الهيالورونيك اسيد من لوريال، حلو قوي. انا بالعاده يعني بحس ان الشيت ماسك دوت مش افكتيف قوي، عادي يعني. ما بيعملش حاجه، هو دلع كده مش اكتر. لكن بتاع لوريال الهيالورونيك اسيد واستخدمه على مرتين، لا حلو جدا وبيرطب بجد قوي. ليه الدارك كيس بتاعت باث اند بودي وركس، اصل لسه شايفه ان لسه فيها حبه يعني. بحبها جدا جدا، من اكتر ال يعني الانواع اللي في باث اند بودي وركس اللي بحبهم جدا. طبعا هو غالي جدا وعارفين كلنا انه غالي، بس بجد انا بحبه جدا، والريحه دي بالذات تحفه. هكررها طبعا، هكررها. الماسكارا بتاعت لاش برنسيس، طبعا جايبه منها كذا مره وكررتها كتير، مش محتاجه اتكلم عنها، غنيه عن التعريف. شايفين ولا لسه؟ فحلوه قوي بجد ومش غاليه خالص. الفكرة دي بقى بتاعت اللينسز خلصتها، دي بتاعت سولو فريش. سولو فريش دي حلوة قوي، احلى لينسز ممكن تستخدميها ليه، احلى لينسز، احلى قطرة ممكن تستخدميها ليه. اللينسز حلوة، بتنقي العين وبتخلي العين يعني مترطبة على طول، وهكذا. انا مش عايزة بس الفيديو يطول، عايزة اقول لكم بقى الحاجات اللي ما عجبتنيش، هما مش كتير. اولا اخر حاجة بس من الحاجات اللي عجبتني كريم الترطيب بتاع ايفا، اوريدي عندي واحد جديد وخلصته برضو، حلو قوي قوي، مش غالي، بحاجه و30 بس تقريبا. من احلى الحاجات اللي هي بجد عجبتني وبترطب وفعاله. عايزه اقول لكم ان انا بقى هعمل لكم فيديو عن منتجات اقل من 50 جنيه او اقل من 100 جنيه وفعاله، حلو قوي بجد، هاتوه. الحاجات اللي ما عجبتنيش، اولا المايسل روتر بتاعت نيفيا، ما بتعملش حاجه خالص خالص، ما بحسهاش بتفرق. انا كنت بجيبها عشان هم قالوا ان هم مين هما قالوا ان هي فيها زيت، فحلو للميك اب بتاع العيون وهكذا، بس ما عجبنيش خالص خالص ومش هجيبه تاني، حسيته عادي يعني، ميه، بستخدم ميه، معلش عشان انا مستعجله. من ابشع الحاجات اللي ممكن تستخدموها، بصوا هو اصلا لسه فيه كتير دوت، المقشر الايدين بتاع ايفا، بجد من ابشع الحاجات اللي ممكن تستخدموها للايدين. اولا هما تقريبا حاطين فيه كريم وزيت، فانا لما بحطه هو مش بيقشر عادي، لا هو بيلزق على ايدي، ولما باجي اشيله يعني بحس سوري يا جماعه. بحس ان ايدي نفسها كأن حطيت عليها زيت وبشيله، او عارفين كأنكم تدهنوا كريم وتيجي تشيلوه تحت الميه، فتلاقي زيت كده، تلاقوا لغوصه كتير، فتحسوا ان هو في ايه، تحسوا ان انتوا لا هو راضي يطلع ولا بيقشر ولا، انا مش فاهمه ايه التركيبه بتاعته، بجد مش فاهمه. المفروض يعيدوا تركيبته تاني، او ينظروا في الامر بجد بتاعه، لان ده ملوش اي ستين لازمه. وبس كده يا حلوين، الفيديو كده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام بتاعي، وتسيبوا لي كومنت برايكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.